تكن البداية مجرد فيديو عادي، بل ظهر الشاب إيبو جوسيس في حالة هستيرية وهو يرتدي الخيش زاعما أنه المختار لإنقاذ القارة السمراء. حدد تاريخا قاطعا وهو 25 ديسمبر 2025، وادعى أن السماء ستفتح أبوابها بماء منهمر لن يتوقف لسنوات، وأن القارات ستختفي تحت المحيطات. بدأ في بناء هيكل خشبي ضخم في منطقة ريفية في غانا. المثير للدهشة هو الحشود، حيث بدأ مئات الأشخاص بالتوافد إلى موقع البناء. لم تكن السفينة مجهزة تقنيا، بل كانت مجرد ألواح خشبية متراصة، ومع ذلك كان الناس يقبلون الخشب تبركا به. بدأت تظهر قصص مأساوية لأسر تركت وظائفها وآباء سحبوا أبنائهم من المدارس لأنهم آمنوا أن العالم سينتهي ولا داعي للتعليم. هنا تكمن الفضيحة التي تناولتها قناة العربية، فقد تحول الأمر إلى ما يشبه البيزنس. صارت شائعات عن وجود تذاكر صعود أو تبرعات ضخمة تدفع لضمان مكان داخل السفينة. ادعى أن لديه قائمة بالناجين مختارة من القوى العليا، مما دفع الناس للتسابق لإرضائه بالمال والهدايا. كان يصور فيديوهات وهو يصلي فوق السفينة، مما زاد من حالة التنويم المغناطيسي لمتابعيه. ومع حلول التاريخ الموعود ديسمبر 2025 تجمع المئات حول السفينة في غانا، وآلاف كانوا يراقبون البث المباشر على تيك توك وهم في حالة رعب. مرت الساعات، أشرقت الشمس، وكانت السماء صافية تماما. بدأت علامات الغضب تظهر على الحشود، وهنا خرج إيبو بمبرر غريب قائلا: لقد منحتكم صلواتي فرصة ثانية، وربي أجل الطوفان لأنكم أظهرتم الإيمان. لم تمر الكذبة بسلام. السلطات الغانية التي كانت تراقب الوضع لمنع حدوث انتحار جماعي أو أعمال شغب قامت باقتحام الموقع واغتقاله. التهمة الدجل والنصب والاحتيال وزعزعة السلم العام. السفينة كانت أمل النجاة تحولت إلى دليل إدانة ضده، وكشفت التحقيقات أنه جمع ثروة من وراء هذه المسرحية.